السلام عليكم خوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا سميتني صفاء، جيت اليوم باش نشارك معكم القصه ديالي. انا يتيمه من الاب. فاش كانت عندي 8 سنين توفى لي الاب ديالي. من تما مشيت انا والام ديالي لدار جدي. كانت دار جدي كانت عامره بزاف، كانوا عندي 5 خوالاتي. الام ديالي قررات منين ولات عندي 10 سنين تزوج وتمشي على برا. انا بقيت مع خوالاتي. كانت واحد خالتي اللي دايراها اكتر من اختي وديما حاطه عليها الراس، كنعاود ليها كل شيء، كنعاود لها كاع الاسرار ديالي. انا كنت كنقرا وهي كانت كتعلم الخياطه. من بعد انا ما كتبش الله وما شديتش الباك ديالي، قررت نبدا معاها في داك المشروع. من بعد درنا واحد الكراج غير في الدار، غير صغير باش نتعلموا فيه. صافي بديت كنتعلم معاها الصنعه، وهي كانت كتدخل الفلوس اللي كانت تجيها واحد الكوموند على برا. هي كانت حنينه بزاف وانا كنت حاطه عليها الراس وديما كتعاود ليا كل شيء. حتى لواحد النهار اللي تعرفت على واحد الراجل كان استاذ، واخا هو كبر منها، بغاتو بزاف وتعلقات بيه واحد الدرجه. كانت ديما كتخرج معاه وكتحماق عليه وتعلقات به. بقات معاه لمده ديال 4 سنين حتى قرروا يتزوجوا. وفعلا جاب والديه لدارها وعائلته كاملة حتى هي جات باش يخطبوها. هي كانت ديك الساعة فرحانة بزاف حين غتزوج بواحد السيد اللي كتبغي. مهم داروا الخطوبة، دازت المدة ديال 6 شهور وداروا العرس. صراحة انا جاتني صعيبة بزاف تمشي وتخليني وتبعد عليا. انا كنت مولفاها بزاف وكنعاود ليها كل شيء، وهي على ما كنحط الراس. من بعد الفراق ديال الام ديالي اللي تزوجت على برا راني ما بقيتش كنشوفها. من بعد ما تزوجات ومشات لدارها، هذاك الكراج والخدمه شديتها انايا وبقيت في ديك الخدمه. حين راجلها منع عليها تخدم وقال لها سديه، ولكن انا كنت في ديك الظروف قلت نكمل في هذيك الصنعه. من بعد عام ديال الزواج ليها وليت كنشوفها ديما مهمومه ومقلقه، ما بقاتش ديك البنت اللي فرحانه كيف الاول كيف جاها هذاك الراجل. وليت كنشوفها نهار على نهار غير مقلقه وكتنهار وكتبالك. كنسولها ما كتبغيش تجاوبني، كتقولي انا راه بخير وفرحانه. صافي انا بقيت خدامه في داك الكراج. هي من بعد عامين ديال الزواج باقي ما عطاهاش الله وليدات، وديما كتقول لجدة عافاك شوفي لي شي حاجه اللي نقدر نحمل بيها. كتجي عند جدة كتقول لها راه راجلي بغى الولاد، وجدة مسكينه كتمشي للسوق وتجمع ليها العشوب وكتعطيهم ليها تشربهم غير باش تولد. صافي وخالتي نهار على نهار ولات كتضعف ووجهها ولا كيزرق ليها، يعني تبدلت كلها، يعني ما بقاتش كيف كانت كيف الاول. كانت واحد البنت اللي زوينه بزاف وديما مهليه في راسها. صافي حتى لواحد النهار لعيطت علينا وقالت لينا راني حامله. ديك الساعه احنا فرحنا ليها بزاف. من بعد 3 شهور ديال الحمل ديالها عطاتها الطبيبه دير شوفوا حوصات ديال الحمل، وهنا فين غادي نتصدموا كاملين في خالتي. جاها واحد السرطان، قالوا ليها خاصك تحيدي داكشي اللي في كرشك باش تعالجي. خالتي رفضات حيت هي بزاف ديال الوقت كانت كتسنى داك الولد اللي غادي يتزاد لعندها، كانت كتمنى غير الوليدات
ومنين رزقها الله وقع عليها بحال هذا المشكل هذا، هي رفضات وقالت نخلي داكشي في كرشي ونتعالج. وفعلا هي داكشي اللي دارت، خلات الولد ديالها في كرشها وبقات كتعالج. دازت المدة ديال عام وولدات الحمد لله، فرحنا ليها بزاف. حين مع هذيك البنيته ولدت بنيته فرحنا ليها بزاف. ولكن من بعد توفات، الله يرحمها. وخا الوفاة ديالها جانا صعيب بزاف وكان اكبر صدمه لينا. البنت ديالها باقي ما شبعتش من الام ديالها ومن الرضاعه ديال الام ديالها، بقات فينا بزاف وانا بقات فيا اكثر. خالتي كانت اختي وامي اللي كنحط عليها الراس من بعد مشات الام ديالي على برا، هي اللي كانت السند ديالي وحاطه عليها الراس كامل. من بعد جده طلبت من راجل خالتي تشد هذيك البنيته وتربيها، ولكن هو رفض، قال ليها لا انا بنخليها معايا. صافي قال ليها الا بغيتو تشوفوها انا مره 15 يوم غادي نعود نجيبها لكم وتبقى معاكم. صافي دازت المده ديال 6 شهور حتى جات الام ديال راجل خالتي، جات عندنا للدار وقالت لجدة انا راه غادي نزوج ولدي. يعني هو بقى غير بوحدو، هذيك البنيته يعني ما كاينش اللي يربيها. قالت ليها راه ما غاديش نلقاو شي بنت قد صفاء اللي تربي لينا هاد البنيته وتهلا فيها. صراحه انا منين سمعت ديك الهضره اللي كتقول تصدمت بزاف، واخا ما قلت حتى شي حاجه قدام جده، ولكن هي وافقت وبقات كتطلبني باش نتزوج به. الصراحه في الاول كنت رافضه، ولكن من بعد وافقت. قلت غادي نديك البنت بلا تجي شي وحده اخرى اللي تكرفس عليها، نقدر انا نتهلا فيها اكثر من شي وحده اخرى اللي غادي يتزوج به. صافي انا وافقت. جاو لدارنا درنا الخطوبه ومشيت لداري، يعني ما درنا العرس لا حتى شي حاجه، درنا غير واحد الصدقه اللي صغيره. داز داك الشهر الاول يعني عادي، يعني بحال اي وحده تزوجات، ولكن في الشهر الثاني والثالث بقى كيغوت على اي حاجه بسيطه كنديرها، خاصني نعاود نتشاور معاه. ولا المحل اللي كنت نخيط فيه قال لي سديه، انا ما بغيتش دوك المشاكل. صافي كبروا المشاكل بزاف، حتى واحد النهار اللي تلاقيت بمرت لوسي هي اللي عاودت لي السر باش توفات خالتي. قالت لي بلي راه كان كيضربها كيهضر مع البنات يعني وسط الدار وهي كتسمع. هي مات غير بالفقصه وانا كرهته بزاف منين سمعت ديك الهضره اللي كتقول، كرهته بحال هكاك. وزدت عرفت يعني كان كيسد عليها في الدار لمدة ديال 15 يوم، كان مدوز عليها واحد العذاب. مرت لوسي منين كتعاود ليا هاد الهضره انا كنزيد نحقد عليه، ومشيت للدار غير بنية باش نطرطق ليه شي عرق في راسو ونحمقو كيحمقها هي وتوفات بحال هكاك، يعني غير بداك الاعصاب اللي كانت يدير ليها. صافي هو ولا كيحط التليفون وكيدوي مع البنات وانا ما مسوقاش، يعني ما كيتحرك فيا حتى شي حاجه. انا اصلا ما كنتش كنبغيه، وانا كنت غاديه بنيه غير هذيك البنيه باش نتهلا فيها ونربيها. صافي ولا كيدير بحال هذاك الشيء اللي كانت يدير ليها هي، ولكن انا ما كان كيتحرك فيا حتى شي مشاعر ما كتحرك فيا، وانا ما مسوقاش ليه. من بعد ولا كيبغيني ويتهلا فيا ويشري لي الحوايج ويخرجني وانا هامله بزاف، يعني ما بقيتش كنديها فيه من بعد ديك الهضره اللي قالت لي يا لوستي. وانا بغيت غير ننتقم من خالتي بسبب هذاك الحب اللي طيحات على راسها الدل. ولا هو
يدير اي حاجه باش يرضيني ونكون غير ناشطه وضحكه، ولكن اللي في قلبي انا حاقده عليه من جهته بزاف على هداك الشيء اللي كانت يدير ليها. وما بقيتش كنحملو اني ديك البنيته. جيت لعندو غير بنيتك البنيته باش نربيها وما نخليش شي وحده اللي تكرفس عليها. صافي، هذه هي قصتي يا خوتي، كنتمنى تعجبكم وتاخذوا منها عبره. الى عجبتكم القصه ديالي كنتمنى ديروا لي لايك الفيديو والبارطاج.